مسلسل مبروك علينا تحفة فنية ولا مجرد عمل للنسيان؟ مبروك علينا مسلسل مغربي كيجمع بين الدراما والكوميديا، وعنده فكرة زوينة حاول يخرج بيها من القوالب التقليدية. لكن واش فعلا نجح في هذا الشيء ولا كان مجرد محاولة غير مكتملة؟ باش نعرفوا الجواب غادي ندوزوا على أهم نقاط القوة والضعف ديال المسلسل. نبدأ بإيجابيات المسلسل. القصة والرسالة، الفكرة الأساسية كانت زوينة وحاولت تعطي لمسة جديدة للأعمال الكوميدية المغربية. أداء بعض الممثلين، بعض الشخصيات كانت قوية وأعطت نكهة خاصة للمسلسل، خصوصا الأدوار الجانبية اللي سرقات الأضواء. جودة التصوير والإخراج مقارنة ببعض السيتكومات الأخرى، التصوير كان فيه لمسة احترافية واضحة، بزوايا كاميرا وإضاءة مزيانة، لحظات كوميدية ناجحة، كاينين مشاهد اللي فعلا ضحكوا الجمهور وكانت خفيفة على القلب. ندوز دابا لسلبيات المسلسل. السيناريو غير متماسك، بعض الحلقات كانت زوينة ولكن بعضها الآخر كان ضعيف وفيه بزاف ديال الأحداث اللي ما عندهاش معنى. شخصيات غير متوازنة، بعض الشخصيات كانوا مبالغ فيهم بزاف، وهذا خلى بعض المشاهد تكون غير طبيعية. الإيقاع البطيء ميامة، فبعض الحلقات الأحداث كانت كتمشي ببطء بزاف، تكرار النكت والمواقف. بعد الحلقات الأولى الكوميديا بدأت تولي متوقعة وما بقاش فيها عنصر المفاجأة. دبل الكرة عندكم، وش مبروك علينا كان مسلسل ناجح ولا مجرد عمل عادي بحال بزاف من المسلسلات؟ وإلا كنتوا باغيين نداوي على شي مسلسل ولا فيلم مغربي؟ ما عليك غتكتب لي الاسم دياله في التعليقات.